هل تعلمون أيها الأخوة أن أبناءكم الذين يذهبون للعراق أنهم يستعملون للتفجير فقط، وهم يفجرون؟ السعوديين يؤتى بهم من أجل أن يفجروا، إما أن يضعوا في نفس الحزام ويفجروا في مكان عام، أو يقود سيارة ويقتحم بها مكان ويفجرها. من الذي يموت؟ هل ترضون لأبنائكم أن يكونوا أدوات قتل؟ هذا هو الواقع. أخ شريف، أيوة، جت اللحظة اللي القدر اختارك ليها عشان تقدم أكبر خدمة للأمة الإسلامية كلها. طبعا طبعا. ايه اللي بيلفوه حوالين وسط ده؟ هذا حزام ناسف. حزام ايه؟ ناسف. ناسف ناسف يعني؟ انت مكانك مش هنا. امال فين؟ فوق. فوق فين؟ فوق مع الشهداء. وانتوا هتقعدوا هنا تحت وانا هطلع فوق لوحدي؟ ايوه. طب ما تطلعوا انتوا فوق وانا استناكوا هنا تحت. هذا قدرك. الحزام ده هينفجر بعد ساعة من دلوقتي بالظبط،